السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد معكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات قضايا الجنايات والجناح. كان واحد الصباح تقريبا مع شي 7:30 ديال الصباح كيجي واحد المقدم للبريغاد. كما قلت لكم في هذه الحقبة ما كانوش التليفونات غتعلموا جدارميه بشي حاجه، شي واحد غادي يعلمهم، ما كانوش لي بورطابل، خصو يجي برجليه. جا واحد المقدم علم العناصر ديال واحد المركز ديال الدرك الملكي بان واحد الجريمه راه وقعت. مجرد ما تلقاو العناصر ديال الدرك الملكي هذا النبأ وهذا الخبر اوتوماتيكيا غادي يتجندوا وغادي يتحزموا وغادي يكونوا واحد الفريق وغادي ينتقلوا لاي المكان. هذيك البلاصه اللي وقعت فيها هذه الجريمه كتبعد تقريبا بواحد 20 كيلومتر على المركز. وباش نعطيكم واحد الصوره، في هذه الحقبه هذه كانوا المراكز ديال الدرك الملكي عندهم منطقه النفوذ كبيره وكبيره بزاف، ماشي بحال دابا تقسمات. هاد لي بريغاد الكبار تقسموا، كاينه واحد المنطقه النفوذ اللي كانت تحكمها مثلا واحد لا بريغاد، ولاو فيها دابا 3 لي بريغاد، تزادوا 2 اخرين باش يقسموا هذاك الدرك اللي كاين. تيك الحقبه كتلقى بريغاد شاده تقريبا قد منطقه النفوذ ديال واحد الجهه، اما حاليا ما بقاش داك الشيء. المهم انتقلوا لعين المكان، باللي وصلوا كيلقاو بان البلاصه واحد الضيعه فلاحيه ديال واحد السيد من الاعيان ديال المنطقه. ملي غادي يوصلوا غادي يلقاو عند الباب اي ضيعه فلاحيه كيكون عندها السور ديالها وكيكون عندها واحد المدخل رئيسي. المدخل الرئيسي كيكون ديما بالحديد، داك الباب الكبير ديال الحديد ملي كيدخلوا الطوموبيلات. هذاك الباب كان محلول شي شويه ما مسدودش، وحداه واحد الجثه ديال واحد السيد ملقى على الظهر ديالو، وتحت منه كاينه واحد البقعه ديال الدم، بركه ديال الدم. هذيك المصدر ديالها هو النزيف اللي وقع، اللي تسببوا فيه طعنات على مستوى الصدر وكذلك الذبح. تبانوا عينوا عناصر الدرك الملكي عده طعنات على الجثه ديال الضحيه على مستوى الصدر، بالاضافه مذبوح من الوريد الى الوريد وكاين الدم تحت منه. يعني هنا عندنا تفسير واحد، يعني ان داك السيد راه تقتل تما، هو المكان الاصلي ديال ارتكاب ديال الجريمه، ماشي تقتل في شي بلاصه وجابوه لتما. هذاك اللي تلقى مقتول تما عساس في ديك الضيعه الفلاحيه. التقطت تصور لحاله الامكنه من جميع الزوايا. من بعد غادي يدوزوا الدركيين باش يديروا واحد التفتيش جسدي على الجثه ديال الضحيه. خلال هذه العمليه ديال التفتيش كيلقاو عنده الاوراق الثبوتيه ديالو، لا كارت ناسيونال وشي ورقات كانوا عنده، واحد المبلغ مالي اللي هو هزيل بشي حاجه اللي كثيره. المهم ما فايتش واحد 100 درهم اللي تلقات عنده. عساس معروف، واخا ما تلقاتش عنده لا كارت ما كاينش اشكاليه ديال التشخيص ديال الجثه. علاش؟ لحقاش كان تيعرفوا الصغير والكبير، لحقاش هو كاين حاضر من واحد الدوار اللي هو قريب لديك الضيعه الفلاحيه. ديك الضيعه الفلاحيه جات معزوله على الدوار، وكانت ضيعه فلاحيه فيها بزاف ديال الهكتارات وفيها اشجار وفيها واحد الدار، واحد الفيلا مبنيه وسط ديك الضيعه الفلاحيه، وهي فين تيسكن هذاك مول الضيعه الفلاحيه. هذا ملي تلقاه هكا مقتول طبيعه الحال غادي يسولوا الدركيين والناس المكلفين بالبحث على مول الدار. مول الدار ديك الساعه كما قلت لكم ما كاينينش التليفونات، دخلوا لحقاش لقاو الباب محلول. مجرد ما داروا المعاينات ديالهم وكملوها، السيد راه معروف، تهزات الجثه ديالو غادي تمشي للتشريح الطبي باش تخضع للتشريح الطبي، باش تعرف المستودع الاموات عفوا، باش تخضع للتشريح الطبي باش يتعرف السبب الحقيقي ديال الوفاه. من بعد غادي يقلبوا على مول الفيلا، تيدخلوا غاديين كاينه ديك الدخله ديال الفيلا حتى ديال الفيرما عفوا، حتى كيطيحوا في الباب ديال الفيلا. الباب الفيلا لقاوه حتى هو محلول شي شويه. واش مول الفيلا
فايق وما جاش. الجدرميه حضروا تما، كلشي حضر تما وما جاش. يعني بقات كتوضع عده علامات استفهام. ملي دخلوا الدركيين لوسط الدار كيلقاو بان الحوايج ديال ديك الاثاث اللي كاينه في ديك الفيلا كلها مبعثره مرميه في الارض. زادوا دخلوا كيلقاو في بيت النعاس بان مول هاد الضيعه الفلاحيه حتى هو مقتول بنفس الطريقه باش تقتل العساس ديالو، حتى هو عده طعنات على مستوى الصدر ومذبوح من الوريد الى الوريد. هنا الدركيين حاولوا باش يحافظوا على مسرح الجريمه، وغادي يديروا الرفع ديال البصمات اللي كاينه تما كامله باش قدر هذا الاجراء هذا القانوني يقدر يعطي شي نتيجه، ويقدر يكشف على الهويه ديال الناس اللي دخلوا داروا هذه الفعله هذه وارتكبوا هذه الجريمه. الجريمه اللي مشاو فيها جوج ديال الارواح، جوج ديال الاشخاص، العساس ومول الفيرما. وتلقى الماريو ديال هاد السيد هذا، هاد مول الفيرما، تلقى الماريو ديالو كله مرميين. وللتوضيح هاد الحاج هذا كان عنده وليدات، ووليدات كانوا عنده في الخارج، كل واحد كلهم مستقلين، كلهم دايرين ديورهم. والزوجه ديالو كانت توفات وكان تيعيش بوحدو تمايا في ديك الضيعه. فاش كيجيو ولادو عنده راه كيعيشوا معاه في العطل، فاش ما تيمشيو وليداتو راه تيعيش بوحدو، ميسر عليه الله وما خاصو حتى شي خير. المهم هاد السيد هو تقتل. ملي كتشوف وكدير دراسه وقراءه الحاله ديال الامكنه، هذيك الحوايج مبعثره وسميتو، يعني هاد المجرم ولا هاد المجرمين اللي اقترفوا هاد الجريمه راه دخلوا لتما بغرض السرقه. بعد ما ترفعات هاد البصمات اللي كاينه في مسرح ديال الجريمه، الدركيين غادي يديروا واحد الجوله وسط ديك الفيلا باش يشوفوا ربما يلقاو شي حاجه اللي هي مفيده اللي تقدر تعاونهم في الابحاث ديالهم. ملي بقاو كيدوروا كيلقاو في واحد البيت بان الشرجم ديالو مهرس. كاين هذيك الفيلا عندها شراجم وما مسدودش داك الشرجم ديال الخشب ديال برا اللي كيكون الفدريش، ما مسدودش، كاين غير الباب ديال غير الشرجم ديال الدجاج، وداك الدجاج مهرس. وداك الدجاج اللي داك الشظايا ديال الدجاج اللي تهرسات مرميه لداخل ما كايناش برا. هنا كاين واحد التفسير، يعني هذاك الشرجم هو منين دخلوا المجرمين. علاش؟ لحقاش داك الشرجم تهرس من برا، كون تهرس من الداخل الدجاج غتلقاه مرمي على برا. مادام الدجاج مرمي لداخل وسط الدار يعني راه تهرس من برا، و100% هذاك هو المنفذ منين دخلوا المجرمين باش يقترفوا هذه الجريمه. اشنو تسرق من هذه الفيلا واشنو مشى ما غاديش يعرفوا الدركيين، ما كيعرفوش المحتوى ديال الدار، واش كاينه فلوس، واش كاين مجوهرات، واش كاين واش الله اعلم. هذه كامله تخمينات وتساؤلات ما عندهاش اجوبه. دارت الاجراءات كامله حتى ديك الضحيه الحاج مول الفيرما دار لي واحد التفتيش جسدي ما تلقى عنده حتى شي حاجه، الهويه ديالو معروفه، تخات صور الحاله الامكنه من جميع الزوايا. من بعد غادي تهز الجثه ديالو حتى هو، غادي تمشي لمستودع الاموات باش تخضع للتشريح الطبي باش يتعرف السبب الحقيقي ديال الوفاه. حقاش واخا كتلقى الطعنات وكتلقى الذبحه من الوريد الى الوريد، ولكن انت غير مؤهل، ضابط شرطه قضائيه غير مؤهل باش يحدد اسباب ديال الوفاه. صاحب الاختصاص هو الطبيب الشرعي. داكشي علاش بحال هاد القضايا ضروري واخا كيكون واحد الجزم ديال 98% بان راه مات بديك الذبيحه، ولكن هذا الاجراء ديال التشريح الطبي ضروري ما كيدار باش تكشف الحقيقه كامله. كزو هاد الجوج مشاو، اول واحد غادي يديروا الدراكين. بعد ما كملوا الدراكين بطبيعه الحال داروا واحد الحمله تمشيطيه في ديك الفيرما كامله لعل وعسى يلقاو شي حاجه اللي تقدر تفيدهم في هذا البحث ديالهم، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. هنا غادي يبداو الدراكيين البحث غادي يبداوه ديما كيبدا البحث بالاستماع لاول شخص اللي لقى الجثه ديال داك العساس، حقاش الجثه ديال العساس هي اللي تلقات، وهذاك اللي لقاها ما فراسوش بان راه ميت السيد لداخل عاوتاني. صحابو هو غير
عسرات. وتا هو هذا اللي لقاها شكون هو على حسب الاقوال والافاده ديال المقدم، قال لك بان العساس الثاني، لحقاش ديك الفيرما كانوا عندها جوج عساسه، كان واحد العساس كيعس من 7 الليل ل 7 الصباح، وواحد كيشد من 7 الصباح ل 7 ديال العشيه، كل واحد كيشد 12 ساعه. شكون اللي لقى الجوته؟ هذاك اللي غادي يشد مع 7 الصباح، داك العساس الاخر الثاني. تم الاستماع ليه، التصريحات ديالو هي هذه، قال لك اودي انا مستخدم في هذه الضيعه الفلاحيه منذ زمان، منذ سنوات، وهو كيخدم عساس تما، هو والضحيه اللي تقتل. قال لك هو كيشد الليل والاخر كيشد النهار. علاش كيشد الاخر الليل والاخر النهار؟ قال لك اودي انايا مزوج، عندي وليدات وهو باقي عزري ما عنده وليدات، مازال ما مزوجش، داكشي علاش قال لي انا راه الليل ما عندي وليدات، ما عندي حتى شي حاجه، الليل انا نتكلف به، انت بدا تشد النهار. قال هذا هو الاتفاق وبالرضا ديالو. قال لهم جيت كالعاده ديما كنجي مع 7 باش نشد عليه، باش نمشي هو يرتاح، باش يرجع عاوتاني مع 7 العشيه يشد خدمته. قال لك فاش جيت يلا وصلت قدام الباب، قال لك تنتفاجئ بالجوته ديال العساس اللي كيشد الليل بان راه مرميه في الارض ومقتوله بديك الطريقه البشعه. قال لك تخلعت، قال لك انا ما دخلتش لداخل باش غادي نشوف شنو وقع، قال لك غير شفت هذاك تخلعت، قال لك مشيت كنجري عند المقدم علمته. قال لك وجا المقدم علمكم. هنا كاينه مجموعه ديال الامور اللي تخليك خصك تعمق البحث مع هذا السيد هذا، خصك تعمق معاه البحث. داكشي اللي داروا الدراكيين، خداو الافادات ديالو، قالوا ليه البارح غادي يرجعوا معاه لاستعمال الزمان ديالو. اشنو دار هذيك الليله؟ قال لهم ودي طلقت مع 7 مشيت للقهوه، شديت واحد البراد ديال اتاي انا وفلان وفلان، بقيت مجمع تمايا حتى ودنات العشاء. قال لهم ومشيت للدار ديالي. قال لهم ملي مشيت للدار، قال لهم بطبيعه الحال تعشيت، باش تعشيت ها الحوار اللي دار بيني وبين المراه، وهالساعه فاش نعست. قال له راه كنعس بكري باش نفيق بكري نجي باش نقابل خدمتي. ملي استمعوا ليه بخصوص استعمال الزمان ديالو، غادي يمشيو الدركيين عند دوك الاشخاص اللي جلس معاهم في القهوه، غادي يستمعوا لهم، غادي ياكدوا بالفعل بانهم راه جلسوا مع هذاك العساس، راه جلسوا معاه تقريبا في العشيه من المغرب حتى جويه العشاء، وها علاش هضروا، ها النقاش ديالهم علاش تمحور، وها المسائل كامله الجزئيات طرقوا لها وسولوهم عليهم الجدرميه. كانت الاقوال ديالهم مطابقه للاقوال اللي عطاها هذاك العساس. من بعد غادي يمشيو يستمعوا للزوجه ديالو، وغادي يسولوها على الجزئيات، الحوار اللي دار بيناتكم، علاش هضرتوا البارح بالليل، اش تعشيتوا، فين كان جالس، فين كنتي جالسه، اش من ساعه تكيتوا، يعني الجزئيات البسيطه. لعل وعسى تلقى شي تناقضات، ولكن للاسف ما تلقاتش شي تناقضات. لقات شي تناقضات، يعني هذاك السيد الاقوال اللي عطاها صحيحه لحد الساعه كتبقى صحيحه. وشكون اللي اكد الصحه ديالها؟ هما دوك صحابو وكاينه الزوجه ديالو. ملي ما بان عليه حتى شي حاجه، دار اتصال بالنيابه العامه، قال لهم الاخلاء ديال السبيل ديالو يمشي في حالته، وإلا احتاجيتوه في البحث ولا شي حاجه تعاودوا تعيطوا عليه، مشى في حالته. والتباشرات هنا تما باش يستمعوا الدركيين المكلفين بالبحث، يستمعوا الجوار، الناس اللي ساكنين حدا ديك الفيرما. ديك الفيرما كما قلت لكم جات في واحد المكان اللي معزول، ما حداش الجيران، ما كايناش ساكنه تما، لذلك تعذر على ضباط الشرطه القضائيه الاستماع للجوار لانعدامه اصلا، ما كاينش جوار. من بعد غادي يدوزوا التحريات وغادي يبداو يستدعيو دوك الشباب اللي عندهم سوابق، الشباب اللي معروفين بالانحراف ديالهم، خصوصا ان الهدف من السرقه كان هو الهدف من ارتكاب الجريمه عفوا هو السرقه. علاش؟ لحقاش لقات الحوايج مبعثره، الماريو تجبد، اشنو تسرق تما الله اعلم. بداو كيستمعوا الغد ليه بعدا، ملي بداو كيستدعيو هاد المنحرفين واللي عندهم سوابق باش يفتحوا معاهم بحث ويشوفوهم ديك الليله اللي ارتكبت الجريمه فين كانوا. غادي يجي العساس وغادي ياكد، هذاك العساس اللي لقى العساس الاخر ميت غادي يجي ياكد للدركيين، يقول لهم ودي راه البارح ملي دخلت معكم للدار
راه واحد الحاجه ما رديتش ليها البال، تمشيت للدار عاده خصني نعلمكم بها. قالوا لي شنو هي؟ قالوا لي ودي راه ديما، قال لهم ودي راه كندخل مره للدار عند الحاج، نقضي ليه شي حاجه، نهز ليه شي بوطه، نبدل ليه البوطه، شي حاجه اللي ثقيله هذه. قال لي حنا انا اللي كنتكلف بها انا والعساس الاخر. قال له كندخل ديما، راه عنده هنا في هذا البيت واحد البلاصه، في البيت الفلاني راه عنده الخماسيه ديالو تيعلقها تماه. راه ملي دخلت معكم البارح راه ما بانتش ليا الخماسيه وما رديتش البال، نسيت ما قلت لكمش هذه القضيه هذه. يعني ها هي في السرقه راه اشنو تسرق الله اعلم. وكاينه حاجه اخرى مؤكده اللي هي السلاح الناري ديال الصيد الخماسيه، هو اكدها هذا العساس هذا الغد ليه. يعني هاد المجرمين داو الخماسيه. واش كاين القرطاس واش ما كاينش القرطاس؟ هذاك العساس قال لك غالبا تيكون القرطاس عند الحاج، لحقاش من الناس المولعين بالقنص. ملي قلبوا الدركيين اللائحه ديال الناس اللي حاملي السلاح عندهم في منطقه النفوذ ديالهم، كيلقاو بالفعل بان الحاج عنده واحد راه حامل السلاح، وكاين النوع و الرقم ديال هذاك السلاح. لحقاش داك السلاح اللي كيكون اي واحد عنده السلاح في منطقه النفوذ مثلا، يعني عند الجدرميه عند البوليس، تلقى عند الجدرميه مثلا دابا كتلقى المعلومات ديالو، الرقم ديال الرخصه ديال حمل السلاح، لاسورانس ديال الصيد، انت كتبدا انت كتكمل، كتلقى النوع ديال السلاح، الرقم ديالو، كاع هاد المعلومات وهاد المعطيات كتكون عند الجهاز ديال الدرك الملكي. قلبوا او ما عرفوا النوع ديال السلاح، عرفوا الرقم ديال السلاح، وعرفوا بان السيد بالفعل كان عنده سلاح. كانوا جاوا الوليدات ديال داك الحاج، استمعوا لهم باعتبارهم من ذوي الحقوق، استمعوا لهم، قال لهم ما عندناش شي معلومات اللي تقدر تفيدكم في البحث، وما عندناش كتف شي واحد. الوليد ديالنا ما كانت عنده عداوات، ما كان عنده خصام، ما كانوا عنده شكاوي مع في المحكمه مع شي واحد، ولا راه ما عنده حتى شي حاجه. الوليد ديالنا كان مسالم، جاب راسو الاتساع مقابل الصلاه ديالو، مقابل الدين ديالو، ومقابل شغالته الفلاحه ديالو، لا اقل ولا اكثر. قال لهم واش باكم كان عنده السلاح بالفعل؟ لحقاش كاينه وثائق كتثبت بان راه كان عنده السلاح. فين كيديروا؟ سولوهم على اساس اكما باهم تيخزن السلاح في شي بلاصه. قال لهم ودي السلاح ديما كيفاش كنجيو في الصيد راه كيكون معلق في الحيط، راه تيعلقوا الوليد ديالنا، وهذا خطا. هذا خطا، وهذه رساله للناس حاملي السلاح. عمرك تعلق السلاح في الحيط؟ السلاح ما كيتعلقش في الحيط، السلاح كيدار ليه واحد الخزنه اللي كتكون مأمنه باش تبقى مرتاح في دماغك، لحقاش هذاك راه بحال هز معاك العافيه، راه ماشي حاجه سهله. وكاين كاع اللي كيخلي القرطاس معاها. هذا العمل خطير وهذا السلوك خطير، خص الانسان يتفاداه. مشاو رجعوا قلبوا، بالفعل الدركيين بان لهم بان السلاح ما كاينش، اختفى. تاكدوا بان هاد المجرمين راه داو معاهم السلاح. بداو كيستمعوا بخصوص هاد الجرائم، هاد الجريمه المزدوجه اللي مشاو فيها جوج د الرواح. بداو تيستدعيو هذوك الشباب اللي معروفين بالحرف ديالهم كما قلت لكم، واللي معروفين بالسوابق ديالهم، ودوك الشباب اللي وقت ما كتدور كتلقاهم، فين ما كانت شي سرقه تلقاهم، فين ما كانت شي حمله تمشيطيه تلقاهم. هذوك كاملين راه كيكونوا هما الاولويه ديال ضباط الشرطه القضائيه بحال هاد القضايا. علاش؟ حقاش الا ما كانش هو اللي يدير راه تيبقى الليله كامله هو كيطوطح، غادي يعطيك معلومات، يقدر يعطيك معلومات، يقول لك تلاقيت مع فلان، تلاقيت مع فلان، شت فلان، المهم يعطيك شي معلومه اللي تقدر تفيدك، لحقاش هادو ما كينعسوش بالليل. وباش يبري راسو تيحاول يعطيك اكبر عدد ديال المعلومات باش يبين راسو، وباش يبري الذمه ديالو. تيبدا يقول لك اودي انا ما درتش، راه فلان اللي كيدير داك الشيء، انا ما نقدرش نقتل، شكون اللي يقدر يقتل، شكون هادي. وكتبدا التحريات، وبداو كيستمعوا الدركيين اللي ما يزيد على 16 شاب اللي معروفين تما بالانحراف ديالهم، وحققوا بدقه في الصحه ديال الاقوال ديالهم، بالاعتماد على استعمال الزمان ديال كل واحد على حده. فتبين بان الاقوال ديال دوك الشبان كلها ما بانتش فيها تناقضات،
يعني الاقوال ديالهم كانت صحيحه، يعني ما عندهمش شي علاقه بهذه الجريمه هذه. ما بانش هذا اللغز محير، واحد اللغز اللي أرق العناصر ديال الدرك الملكي. وهذه القضيه وهذه الجريمه خلقات واحد الفزع واحد الهلع في المنطقه، ولاو الناس خايفين، كلشي مخلوع، كلشي كيهضر عليها. يعني الدركيين غادي يولي هنا استنفار امني. واخا ما بانش ودازت ايام على هذه القضيه، ولكن كيبقى الاهتمام ديال الدركيين هو هذيك جريمه القتل. خصهم يتوصلوا شكون اللي قتل هذيك الجريمه، لحقاش ضباط الشرطه القضائيه اللي عندهم غيره وكيخدموا ضمير مهني، راه فاش كتكون عنده شي قضيه، راه فاش ما كينجحش بحال اللي مشات ليه شي حاجه. راه الا مشى لواحد العمليه وما نجحتليش كيجي بحال الا ضاعت ليه شي حاجه. انا راه عاشرت في المسار المهني ديالي نماذج من ضباط الشرطه القضائيه بهاد الصفات هذو. يعني هز ديك المسؤوليه محمل الجد، وتيقول بان هذه القضيه هذه ما يمكنش الا ما فكيتهاش، يعني غلبوني هاد المجرمين هادو، وكيدير المجهودات ديالو واقصى المجهودات ديالو. وكاين عاوتاني واحد الصنف الذي لا يولي اي اهتمام لاي قضيه كما بغات تكون، يا قتيله يا سب شتم، عنده بحال الله يهدي ما خلق. وكما قلت وكنعاود ديما، راه بحال هاد المسائل راه هادو جوج رواح، يعني تقليد على العاتق ديالك. ستحاسب اش درتي، اش فعلتي، اشنو هما الاجراءات اللي درتي. الا ما تحاسبتيش هنا في الدنيا، غدا امام الله ستحاسب. باش يعرف اي واحد يعرف راسو بان راه تابعه المحاسبه، ما تحاسبش هنا اللي هي راه غادي يتحاسب. وخص هذه المساله يديرها الانسان ويرسخها في الذهن ديالو ويديرها حلقه في ودنيه، ما عمره ما ينساها في اي قضيه، باش ديما يكون عنده ذاك الضمير الحي. نكملوا القضيه ديالنا. كما قلت لكم التحريات كانت معمقه وشملات جميع المشكوك في الامر ديالهم في المنطقه تما، ولكن بدون نتيجه ايجابيه. دازت واحد المده ماشي طويله، واحد الصباح عاوتاني تقريبا مع شي 6 الصباح كيتعلموا نفس المركز ديال الدرك الملكي بان واحد البيكوب راه مقلوبه وراها محمله بالممنوعات. كانت اكياس ديال القنب الهندي. انتقلوا الدركيين لأي المكان. هذه الحادثه وقعت في واحد الطريق وطنيه، وهذاك اللي كان اتصل المخبر اللي علم اكد بان هذيك السياره هذيك البيكوب راه منقلبه وراه ما فيها حتى شي واحد. تحزمات واحد الدوريه ديال الدرك الملكي في ذاك الصباح ومشاو انتقلوا لاي المكان. ملي وصلوا كيلقاو بالفعل واحد البيكاب مقلوبه، وكاين اكياس ديال القنب الهندي مرميه ديال الكيف. وخلال المعاينه ديالهم ما لقاوش الشيفور تما. ملي وصلوا ما لقاوش الشيفور، ما لقاو الوراق، ما لقاو حتى شي حاجه. وغالبا هاد السيارات وهاد الناقلات اللي كتستعمل في النقل ديال هاد الممنوعات غالبا كتكون الوضعيه ديالهم غير قانونيه، ما كتلقى عندها لا كارت غريز لا حتى شي حاجه، كما كيقولوا بالعاميه ديالنا حراقيه. محروقه، سياره محروقه معروفه في المناطق ديال الشمال بهاد التسميه. المهم اش غادي فين مشى هذا الشيفور؟ واش مشى يتلقى العلاجات الضروريه؟ واش هرب؟ وشيء طبيعي غادي يهرب. علاش؟ لانه راه هز الممنوعات، ما غاديش يجلس تما، واخا يتجرح راه غادي يهز الضربه وغادي يزيد يشوف شي واحد اللي غادي يهزو. المهم كاين مجموعه ديال الاحتمالات، واثناء المعاينه واثناء التواجد بعين المكان تمايا غادي يلاحظوا الدركيين المكلفين بالبحث واحد القضيه. غادي يلاحظوا بان الباربريز ديال ديك الطوموبيل فيه واحد الثقبه غالبا غادي تكون ناتجه على طلقه ناريه، لحقاش الثقبه ديال الجاج ديال القرطاسه باينه، كتكون باينه، وإلا كان ضابط شرطه قضائيه محنك تيعرفها. هذاك الشيء اللي وقع لهاد ضباط الشرطه القضائيه. لاحظوا بان راه كاين اثار ديال داك الثقب اللي كاين على مستوى الواقيه الزجاجيه الاماميه ديال السياره. هذاك الثقب 90 و 99% ناتج عن طلقه ناريه. هنا اول حاجه تبادرت للذهن ديال الدركيين هو ان راه كاين سلاح راه مسروق
في هذه جريمه القتل اللي مازال ما تفكاتش القضيه ديالها ومازال ما تعرفاتش اللغز ديالها مازال ما تفكش. يعني ممكن هذاك السلاح، هذا احتمال هذاك السلاح اللي تسرق هو اللي تستعمل في الطلقه الناريه، وهذا ويلا تضرب غادي يكون غير تما، ما غاديش يكون في شي بلاصه ولا غادي يكون غير تما غالبا. دار واحد الحمله تمشيطيه في ارجاء المكان تما لعل وعسى يلقاوه. ربما راه مشى الجنب ديال لحقاش كانت الغابه الجنب ديال الطريق، قلبوا في ديك الغابه ولا ما لقاوش ليه الاثار. تهزت ديك السياره، دارت الاجراءات القانونيه، اتخذوا العبارات، اتخذوا الصور، هذاك الممنوعات تحجزات. المهم وتهزت السياره، هذيك السياره الوضعيه ديالها غير قانونيه، تم تنقيط ديال السياره، بان بان هذيك لوحات ارقام التسجيل راه خاصه بواحد السياره خارجيه ما كايناش، لا وجود لها، ما عمرها دخلت للمغرب، ما عمرها، يعني هذاك الرقم تهز وتحط لديك البيكوب. هذا هو التخمين اللي كان. المهم من موراها باش تهزات هذاك الشيء دار اتصال بالنيابه العامه، هذاك المحجوز عفوا كيتحجز غادي تعطى الجهه المعنيه، كيتعطى مقابل اشهاد للسيد الامير السيد رئيس كتابه الضبط. السياره الوضعيه ديالها غير قانونيه غادي تعطى لهذاك، تعطى السيد الامير بالصرف لدى اداره الجمارك، دارت بالمحجز تحت تصرف السيد الامير بالصرف، وهذاك الشيء تعطى المحكمه مقابل اشهاد. الشيفور فينا هو الله اعلم. دارت الاجراءات ديال الرفع ديال البصمات ديال من ديك البلاصه. شكون هو هذا اللي كان سايق ديك الطوموبيل باش تعرف شكون هو؟ داروا ضباط الشرطه القضائيه العمليه ديال رفع البصمات، ومن بعد غادي يوصلوا الابحاث ديالهم وقلبوا تما، داروا دوريات تمشيطيه، ولكن للاسف ما قدروش يتوصلوا لشي نتيجه ايجابيه. داز تقريبا 12 ساعه ولا كيتعلموا عاوتاني نفس المركز بان الجثه ديال واحد السيد راه مرميه في حدا واحد الدوار. مشاو كيجريو الدركيين، تحزموا، كونوا واحد الفريق دوريه مكونه من فريق ديال الدركيين، مشاو لعين المكان اللي نعتوا ليهم. ملي كيوصلوا كيلقاو ديك البلاصه حتى هي بانها خاليه من السكان ومن المعره، وبان هذاك السيد كيلقاو الجثه ديال واحد الشخص من جنس ذكر، وعنده واحد الطلقه ناريه في الصدر ديالو، مقتول بالقرطاس. يعني من غير المستبعد هنا غادي يربطوا الدركيين هذيك الحادثه تسير مع هاد العثور على هذه الجثه. يعني 100% راه كاين علاقه. ربما يكون هذاك الشيفور اللي تضرب تما، اللي تلقات الاثار ديال الطلقه الناريه في الباربريز، ربما هو اللي تضرب وتهز الطرمه هنا، ولا جا على رجليه ما مات تما. هذه كلها تخمينات. دارت الاجراءات. هذاك السيد ما عنده حتى وثيقه ثبوتيه، لا لاكارت ناسيونال لا البيرمي لا حتى حاجه. دار ليه الرفع ديال البصمات، الهويه ديالو مجهوله، ما عرفها حتى شي واحد في المنطقه تمايا. دار ليه الرفع ديال البصمات باش يتعرف شكون هو، وتهزات الجثه ديالو بعد ما كملوا الاجراءات كامله. تهزات الجثه ديالو غادي تمشي لمستودع الاموات قصد الاخضاع ديالها للتشريح الطبي باش يتعرف السبب الحقيقي ديال الوفاه. وباش نتير القضيه ديال النتيجه ديال التشريح الطبي ديال الجثتين الاولى ديال العساس وديال مولا سميتو، هنا كيبان بان على حسب التقرير ديال التشريح الطبي بان السبب الحقيقي ديال الوفاه والسبب الطبيعي ديال الوفاه هو هذوك الطعنات اللي كانوا على مستوى الصدر وعلى هذيك الذبحه من الوريد للوريد، هما اللي تسببوا في الوفاه ديال دوك الجوج. هادو هما المعطيات اللي كشف عليها هذاك التشريح الطبي. من غير هذا الشيء ما عطاش شي معلومات ولا شي معطيات اللي تقدر تفيد البحث. هذا حتى هو مشى يدار ليه البحث، يدار ليه التشريح الطبي، ومسبقا الدركيين راه على يقين بان السبب الحقيقي ديال الوفاه هو ديك الطلقه الناريه اللي كانت عنده على مستوى الصدر. هنا غادي يتزاد الهلع ويتزاد انعدام، الدرجه ديال انعدام الامان والطمانينه عند السكان. هما جوج جثات، ها جثه اخرى. هنا الدركيين غادي يفتحوا بحث في هذه النازله.
اول واحد غادي يستمعوا ليه شكون اللي بلغ على هذه الجثه، شكون اللي بلغ عليها؟ واحد من السكان ديال داك الدوار اللي قريب. ملي استمعوا ليه الدركيين في الافاده ديالو اش كيقول؟ تيقول لك بان انا كنت واقف حدا الدار ديالي حتى كتبان ليا واحد السياره بيضاء ما كيعرفش اللون ديالها والرقم ديالها ما عرفوش. قال لك راه كانت بعيده عليا ما يمكنش باش نعرف النوع ديالها والرقم ديالها. راه نزلوا منها واحد الجوج وهزوا هاد الجثه حطوها في هاد البلاصه هادي وداروا مشاو في حالاتهم. هادوك الناس واش ما كتعرفهمش؟ قال لك اودي ما يمكنش نعرفهم لحقاش المسافه بعيده باللي كتفصلني على البلاصه اللي وقعت هاد الواقعه هادي. قال لك ما يمكنش نعرفهم، ما عرفتهمش. عطى اوصاف مقربه لدوك الجوج، قال كاين واحد فيهم طويل وكاين واحد قصير. هادو هما المواصفات، من غير هادشي ما عطات حتى شي حاجه. يعني هنا الدركيين تاكدوا بان هذاك مول الطوموبيل راه تهز وتحط تما. واش هادوك اللي قتلوه؟ واش عده تساؤلات، ولكن في غالب الاحيان هادوك اللي هما اللي قتلوه، هما اللي صفاوه، هما اللي تيراو فيه وحطوه تما. هنا من خلال التحريات توصلوا الدركيين اللون ديال السياره، النوع لا، واوصاف مقربه لهاد الجوج هادو. دارت تحريات وبدات عاوتاني الاستماع للاشخاص تمايا والناس ديال الدوار، شكون اللي كان، شكون اللي عنده سياره بيضاء، شكون اللي عنده هذه. بدات هذه التحريات وبداو كيستدعيو الدركيين المكلفين بالبحث مجموعه ديال الاشخاص وبداو كيستمعوا لهم وكيعمقوا معاهم البحث وكيعتمدوا على استعمال الزمن ديالهم في كانوا ديك الساعه فين هذه. ولكن هذه العمليه هذه وهذه الاجراءات كامله وهذه الابحاث كامله لم تسفر عن اي نتيجه ايجابيه. وهذا اللغز غامض، وبقاو هاد المجرمين غير معروفين مجهولين وفي حالة فرار وفي منأى عن القبضة الأمنية. يعني مازال ما تعرفوش، يعني ما غاديش يتشدوا. فاش ما كتعرفش المجرم ما يمكنش غادي تشدوا، لحقاش مازال ما عرفتيش اصلا، مازال ما وصلتيش للتحديد ديال الهوية ديالو. وبقات الامور هكا، وكان استنفار امني وكان عدة دوريات كدار بالليل لعل وعسى تعطى شي نتيجة. والدركيين داروا المجهود ديالهم باش يرجعوا ديك الثقه للمواطن اللي ولا خايف في ديك المنطقه، ولات هذه الجرائم هي الحديث ديال الصغير والكبير في المنطقه تمايا. وكانت كتبت عليها مجموعه ديال المنابر ومجموعه ديال الجرائد الوطنيه كتبت على هذه النازله اللي كنعاود لكم دابا. المهم من موراها هذا عاوتاني ما تعرفش شكون. المعلومات اللي توصلوا هاد الدركيين بقاو تيقلبوا من موراها تقريبا شي 4 ايام 5 ايام غادي توقع واحد الواقعه اخرى عاوتاني. غادي يتعلموا بالليل مع شي 3 ديال الصباح بان راه واحد السياره راه واقفه جنب ديال الطريق وراه مولاها مقتول. تلقاو الدركيين هذا النبأ اللي هو محزن، وهذا النبأ زاد من التوتر ديالهم وزاد من الخوف ديال المواطنين. يعني غادي يولي رعب، الرعب غادي يولي يسكن الناس ديال المنطقه. كل مره كيتقتل واحد في بلاصه يعني مش شي حاجه سهله، وارواح بشريه تزهق. وهاد الدركيين راه كيديروا اللي في جهدهم. وفي تيك الحقبه راه كانت لابريغاد كتلقى فيها 8 ديال الدركيين اللي تلقى فيها، ما تلقاش اكثر منها. علاش؟ لحقاش كانت قله في الموارد البشريه، يعني كانوا متجاوزين. ورغم ذلك كانوا كيديروا المجهود ديالهم ولكن ما توصلوش لشي نتيجه. وكانت المؤازره ديال السكان ديال المنطقه كيعاونوهم بالمعلومات، كيعاونوهم لحقاش قضيه اللي كتهم الراي العام وكتهم الناس ديال المنطقه. هنا راه الامن ديال المنطقه كله راه مقيوس، يعني خص جميع الجهود تضافر وجميع المصالح تنسق بعضياتها باش يفكوا اللغز ديال هذه الجرائم ديال الارواح البشريه التي تزهق بهذه الطرق البشعه. انتقلوا كما قلت لكم ملي توصلوا لذاك النبأ، غادي ينتقلوا مباشره بعد ما تقتل هذاك 3 ايام 4 ايام. غادي يمشيو غادي يلقاو واحد الكاط فيها خسائر ماديه مضروبه من الجنب ومضروبه من القدام ديالها، وفيها الاثار في الاطار ديالها في الشاسي ديالها كاين اثار ديال طلقات ناريه. وغادي يلقاو حداها تقريبا واحد 10 متر ولا غيلقاو السائق ديالها
مقتول بطلقه ناريه عنده في الصدر، وحداه تقريبا شي 5 متر ولا غادي تلقى المرافق ديالو اللي كان معاه حتى هو مضروب، ولكن لحسن الحظ سلكوا الله، كانت جاتو الضربه في الكتف ديال القرطاسه، وهذوك المجرمين يحسب لهم راه قتلوه مع كان الليل والظلام، مع غير ضربوه طاح، من اللي طاح قالوا راه مات، هو راه ما ماتش. اول حاجه هنا كتهم هي الحاله الصحيه ديال داك السيد، هي اللي عندها الاولويه. غادي يتصلوا رجال الدرك الملكي بمصالح الوقايه المدنيه، غادي ينتقلوا العين المكان، غادي يهزوا هذاك الجريح، غادي يديوه للمستشفى باش يتلقى العلاجات الضروريه. الاخر كان جثه هامده، هي واحد الجثه اخرى تزاد، يعني 4 الجثات اللي طاحوا في ديك المنطقه، 4 الرواح. شكون اللي كيقتل هاد الرواح الله اعلم. غادي يديروا الدركيين التحريات ديالهم، وغادي يديروا الاجراءات ديالهم، المعاينه ديالهم، عاوتاني داك الضحيه غادي يتهز، غادي يمشي بعد ما كملوا الاجراءات ديالهم. الهويه ديال هاد الجوج كانت معروفه، الاخر كانت عنده هذاك الشيفور، كانت عنده الورق ديالو ديال السياره ديالو في الوضعيه ديالها قانونيه، كانوا الورق محطوطين في البواطاكون ديال الطوموبيل، جبدوهم الدركيين من تما، والاخر كان مازال حي. يعني ما كاينش اشكاليه ديال التحديد ديال الهويه في هذه الحاله هذه. من بعد تهزت ديك السياره، مشات من اجل الحراسه دارت، لحقاش هذا الاجراء هذا كيدخل في اطار حمايه الممتلكات ديال الغير. غادي تهز ديك السياره، غادي تحط في مستودع ديال الاموات، لحقاش هذيك السياره دابا مولاها راه مات، ولات من التركه، يعني غتولي تحت التصرف ديال العداله، هي اللي تعطيها الورثه ديال هذا السيد اللي مات. هذاك السيد تعلمت العائله ديالو، دارت الاجراءات القانونيه كامله، من بعد تهزت الجثه ديالو لمستودع الاموات باش تخضع للتشريح الطبي. عاوتاني الدراكين غادي يمشيو ينتقلوا للمستشفى باش يوقفوا على الحاله الصحيه ديال هذاك اللي مضروب بالقرطاس. هذاك اللي مضروب بالقرطاس غادي يلقاو بان تلقى العلاجات الضروريه، الحاله الصحيه ديالو الحمد لله تحسنات، واكد لهم الطبيب المداوم بان الحاله ديالو راه كتسمح ليه باش يعطي تصريحات في الموضوع. استمعوا ليه الدركيين بخصوص هذه النزيله، قال لهم بان انا وهذا الصديق ديالي حنا جينا نشريو واحد العقار، وشدينا الطريق على اساس نصبحوا بالليل باش نصبحوا في واحد المدينه باش يمشي يخلص ذاك العقار، وكان هز معاه تقريبا ما يناهز من 60 مليون، يعني 600 ألف درهم هي اللي كان هز معاه. قال لي هزها في واحد السامسونات، قال لي كنا غاديين بخير وعلى خير من المدينه الفلانيه، الوجهه ديالنا هي قال لهم راه هذاك صديق ديالي، قال لي الله تمشي تحضر معايا وتمشي تونسني في الطريق. قال لهم جيت معاه، قال لهم لقيت فاش جينا في الطريق توصلنا هذا المكان اللي وقعت فيه الحادثه، قال لي كنتفاجئوا بواحد السياره بيضاء، قال لي كتدخل فينا، قال لي ملي ما بغيناش نوقفوا، قال لي جبدوا الخماسيه وبقاو القرطاس طاف بالقرطاس، قال لي في التالي غادي يضربونا البنو وتفرقع البنو، وقفات الطوموبيل. قال لي ملي وقفات الطوموبيل قال لي هبطوا عندنا، قال لي حنا حاولنا باش نهربوا، قال لي الفلوس كان هزها الاخر في يديه في السامسونات الشيفور، نزل من الطوموبيل ديالو وهرب. قال لي انا هربت قبل منه، قال لي جبدوا الخماسيه تيراو فيه هو الاول، تيراو فيا انا الثاني. قال لهم انا صحابهم واش مت، قال لهم طحت، قال لي بالفعل طحت الارض ما قديتش النوض، قال لي والاخر مات. قال لي حيدوا ليه السامسونات ديال ديك الفلوس اللي كانت ذاك المبلغ المالي الضخم، داوه ومشاو في حالتهم. عطى الاوصاف ديال هاد الجوج، قال لك واحد رقيق طويل وواحد قصير، السياره بيضاء، وزاد النوع ديال السياره، قال لهم السياره النوع ديالها. استمعوا الدركيين، خداو هاد المعطيات، غادي يحاولوا يستثمروا هاد المعطيات، وغادي يبدلوا القصاره ديال الجهد ديالهم لعل وعسى يوصلوا الفك ديال اللغز ديال هاد الجرائم المتسلسله. اش غادي يديروا؟ غادي يعمقوا الابحاث ديالهم في الاوساط ديال الساكنه، شكون اللي عنده شي طوموبيل من داك النوع باللون ابيض، خصوصا انها مضروبه دابا، غادي تكون فيها ضربه. علاش؟ لحقاش دخلوا في ديك الكارت، يعني غتكون خسائر ماديه في الاطار ديالها في الشاسي ديالها، شيء طبيعي. وبداو تيسولوا شكون اللي عنده الطوموبيل من هنا تقريبا دامت التحريات ديالهم شي يومين تقريبا.
غادي توصلوا من خلال واحد المصدر ديال المعلومه ديالهم بان هذيك السياره بديك المواصفات راه ما كتجي للمنطقه، ولكن كتجي ماشي كتجي مثلا راه دي مولاها كاين في المنطقه، كيجيبها واحد غريب على المنطقه ولكن كيكون معاه واحد ولد المنطقه. شكون هذا ولد المنطقه اللي كيكون معاه؟ كيكون معاه فلان هو اللي كيكون معاه. هادو هما المعلومات اللي عطاها هذاك اللي سلك، هذاك الناجي من ذاك الاعتداء. بداو كيسولوا المهم كما قلت لكم كاينه طوموبيل كيجي فيها براني، وهذاك البراني كيجي راكب معاه واحد ولد البلاد. شكون هذا ولد البلاد؟ فلان. هذاك فلان كان رقيق وكان طويل. والاخر سولوهم على الاوصاف، ودي ما كيهبطش من الطوموبيل، راه كيوصلوا كيمشي. اش العلاقه بين هذا وهذاك؟ واش عمركم شفتوه؟ غريب على المنطقه. هنا الدركيين توصلوا للهويه ديال واحد، الاخر اللي مول الطوموبيل ما معروفش، غير الطوموبيل راه كتردد بينه والفينه والاخرى لواحد الدوار. شكون هو هذاك؟ واحد من الناس اللي معروف حتى هو كانت عنده شي سوابق، شي مره واحده اللي دخل الحبس، ولكن ما دخلش على شي جريمه ولا على شي حاجه. بعد ما تم التنقيط ديالو بان بان دخل كانت عنده واحد الادانه قضائيه على الضرب والجرح، دابز مع شي واحد في الشارع العام ودوز واحد العقوبه سجنيه لا اقل، حبسيه لا اقل ولا اكثر. ما كانش عنده شي سرقه ولا هذه لا، ما كانش عنده شي حاجه من هذا الصنف. هذا غادي يتحروا عليه من بعد عن بعد الدركيين، وغادي يسولوا عليه وقال لهم راه مره كيغيب، مره اللي كيجي. انا الدركيين غيديروا مراقبه على المحل ديال المسكن ديالو، على الدار ديالو، مراقبه بلا ما يثيروا الانتباه ديال حتى شي واحد. علاش؟ لحقاش الا علموه وصلته الخبار بان الدركيين كيقلبوا عليه غادي يهز راسو، غادي يطج وما غاديش يشدوه. الدركيين كانوا حريصين باش هذه العمليه تكون في سريه تامه، وبقات المراقبه لعده ايام تقريبا، ما تجاوزت تقريبا اسبوع هذيك العمليه المراقبه اللي كانوا دايرين على الدار ديالو، وخصوصا كانت تدار المراقبه بالليل وعن بعد. المهم دازت تقريبا اكثر من سيمانه. واحد النهار كيجي هذاك اللي كانوا كيسولوا عليه واللي كيقلبوا عليه واللي كان غابر ديك المده ديال اسبوع تقريبا ما كاينش في المنطقه، غادي يجي غادي يدخل للدار ديالو. هذاك الدركي اللي كان مكلف بالمراقبه غادي يمشي، غادي يعلم قائد المركز ديالو، غيقول ليه اش كاين السيد راه داخل. هنا غادي يكونوا واحد الفريق وغادي تجند اكبر عدد ديال الدركيين وغادي يحاصروا ديك الدار حتى وصلت الاوقات القانونيه ديال التفتيش ديال المنازل. دار الاتصال بالنيابه العامه الصباح، ملي صباح الحال وصلت 6 الصباح دقوا الباب، غادي تحل الزوجه ديالو. السلام عليكم، شكون انت؟ انا فلانه اش كيجيك؟ الزوج ديالي. فين هو؟ راه في الدار ناعس. دخلوا قالوا الدركيين غادي ندخلوا قلبوا الدار، دخلوا مرحبا، لم تبدي اي مقاومه وعطات الموافقه الفوريه ديالها واللي كانت كتابه، ودخلوا السيد مازال ناعس، مازال ما كاينش هنا تفيقه. ناض تاكدوا من الهويه ديالو وبانه الشخص نفسه موضوع البحث ديالهم. هنا غادي يباشروا عمليه التفتيش في الدار. خلال عمليه التفتيش غادي يطيحوا على واحد المبلغ مالي اللي هو ضخم، تقريبا ما يناهز 350 ألف درهم، 35 مليون تلقات عنده في البلاكار ديالو في الماريو ديالو مخزونه، وهو ما عندوش شي انشطه تجاريه، ما عندوش شي حاجه باش غادي يحصل هذاك المبلغ الضخم. ملي تحجز ذاك المبلغ وكان ملوي في واحد الميكا، الدركيين غادي يحجزوا ذاك المبلغ وغيديوه معاهم، غادي يسولوه على المصدر ديال ذاك المبلغ. قالوا له هذا المبلغ منين جاك؟ عطينا المصدر ديالو، الا كان ديالك راه ربحته في القمر ولا هذه. قالوا لي فيناش بلاصه ربحتي في القمر؟ نمشيو معاك. مشاو مع الدركيين للبلاصه اللي قال لهم راه تما ربح ذاك المبلغ بالقمر. هذاك السيد اللي كاين تما مقابل ذاك المحل ديال القمار قال لهم انا ما كنعرفوش، ما ربح، ما عطيتو، ما شتو، ما حتى حاجه. هذا السيد عمرو شتو عندي هنايا. هنا غادي تراجع الاقوال ديالو، وامام العجز ديالو على الاجابه على سؤال واحد، المصدر ديال ذاك المبلغ المالي. كنتي خدام شي انشطه تجاريه وريها لينا، بعتي شي حاجه وريها لنا، اي حاجه المصدر وري لنا
باش تكون شي حاجه اللي هي منطقيه، باش يجاوب على راسو. ما لقاش الجواب، هنا غادي يكون مضطر بالاعتراف. غادي يعترف، غادي يقول لك بان الاعتراف ديالو غادي يكون شامل وغادي يجبد فيه جميع القضايا. قال لك بان كان تقريبا شي عام ونص كان وقع عليه واحد الخصام مع واحد السيد من البلده ديالو. تزايدوا في الهضره، قال لهم ضربته، قال لهم وتسببت ليه في عده جروح. قال لهم شكا بيا، ملي شكا بيه داك الضحيه، قال لهم مشيت دار شكايه عند الجدرميه، شدوه الجدرميه، قدموه للمحكمه، حكمات عليه المحكمه بواحد العقوبه حبسيه. قال لهم فاش كنت في الحبس، قال لهم نسجت في ديك الغرفه اللي كنت فيها، قال لهم نسجت واحد الصداقه اللي توطدات مع واحد السيد ها سميتو راه كاين حاضر من واحد المنطقه اللي هي مجاوره لهذه المنطقه اللي وقعت فيها هذه الجرائم. قال لي درت معاه علاقه صداقه، توطدات العلاقه ديالنا. قال لهم ملي كنت تمايا، قال لهم اقترح عليا، كان حتى هو قريب يخرج، قال لي كانت بيناتنا تقريبا واحد الشهرين اللي كتفصل بيناتنا. قال لهم نخرج انا من بعد غادي يخرج هوايا. قال لهم ملي خرج، قال لهم ملي كنا في الحبس اقترح عليا باش نديروا عمليات، وقال لي راه شوف غادي دير لاباس وراه غادي نصوروا فلوس وهادي، ولكن خاصنا طوموبيل وخصنا الخماسيه. قال لي ملي خرجت تلاقينا، سول فيا، جا عندي للدوار، قال لي تلاقينا، قال لي اول حاجه غادي نبداو بها، قال لي غنبداو بالسرقه ديال السياره. قال لي سرقنا واحد السياره طوموبيل بيضاء ها النوع ديالها، قال لي وراه بدلنا ليها البلايك، قال لي راه بدلنا ليها البلايك، دايرين ليها واحد البلايك غا مزورين ماشي ديالها. قال لي ومن بعد بقينا كنقلبوا على السلاح، قال لي خصنا السلاح. قال لي ملي سولني على السلاح ووصلنا للسلاح، قال لي هنا غادي نقترح عليه واحد الفكره. قال لهم انا ديك الضيعه الفلاحيه اللي تقتل فيها داك العساس ومول الحاج مول الضيعه، قال لهم انا خدمت فيها واحد المده هذه. قال لي ودخلت لديك الدار وعرفت بان السلاح كيكون معلق في السطح، معلقه في الحيط وسط الدار. قال لي واقترحت على هذاك باش غادي نمشيو نقترفوا ديك السرقه في ديك الفيلا. قال لي هي هذيك مشينا لقيت على العساس، قال لي حل لي الباب بحكم انه كيعرفني وابن الدوار ديالي. قال لي حل لي الباب. قال لي ملي حل لي الباب، قال لي انا كنهضر معاه، قال لي كان عاطي بالظهر للباب، قال لي انا دخلت لداخل، قال لي جا موراه هاد المجرم الاخر اللي كان شريكه في هاد الجرائم هذه، قال لي جا من موراه، قال لي شدو، قال لي ذبحوا من الوريد للوريد وبدا كيعطيه الصدر. قال لي طاح تما، قال لي ملي طاح ردينا الباب، قال لي دخلنا، قال لي قلت ليه راه ما قلتلكش نقتلوه، علاش قتلتيه؟ قال لي زيد اش نقتلوه؟ قال لي واش نخليوه يبقى حي ويمشي يشكي بك؟ انا راه ما كيعرفنيش، انت راه كيعرفك، راه قتلتو على ودك. قال لي وزدنا، قال له مشينا دخلنا لداخل، قال له بقينا كندوروا بالفيلا. قال لي انا كنت عارف هذاك الشرجم تيكون ديال الجاج وما كيتسدش، غالبا ما كيتسدش. قال لهم هذه كنت كنلاحظها لعده مرات. المهم هذا السيد هذا قال لك بان دخلوا من الدجاج بعد ما هرسوا الدجاج ديال الشرجم، دخلوا من تما، دخلوا لداخل. قال لهم السيد كان ناعس، ما دا ما جاب، ما سمع حتى ديك التريسه ديال الدجاج، ما سمعهاش داك الحاج. قال لي دخلنا لوسط الدار عنده، قال ليه بدا عليه كيضربوا للصدر، قال لي بدا كيغوت، قال لي هو يدوز عليه، قال لي تا هو قتلو بنفس الطريقه باش قتل الاخر. قال لي وقلبنا تما، قال لي لقينا عنده واحد المبلغ مالي تقريبا شي 12 مليون. قال لي وعاوتاني مشينا قلبنا على السلاح في البلاصه اللي كنت مطالع عليه راه كيكون فيه. قال لي ديك الساعه هزينا السلاح، قال لي ملي كنا كنقلبوا وكنهزوا كنقلبوا على الفلوس، قال لي لقينا القرطاس، هزينا القرطاس حتى هو، قال لي ومشينا في حالتنا. على البصمات قال لي ما غاديش تلقاو بصمات لحقاش كنا مقدمين الليغات، قال لي كنا مخدمين الليغات وما كنخليوش شي اثار من مورانا، لحقاش هذاك المجرم قال لي كان محترف وعارف اش كيدير وكيعرف راسو فين تيحط رجليه. المهم هذا قال له من بعد غادي نقترفوا الجريمه ديال ديك البيكوب. قال لي تيرينا فيه، قال لي كان هز شي فلوس وكانت عنده السلعه ما عندنا ما نديروا بها. قال لي دينا الفلوس، قال لي وهزيناه، ما بغيناش نحطوه تما، قال لي وهزيناه مشينا رميناه الجنب ديال الغابه. والاخرين عاوتاني قال لي ودرنا ليهم واحد المكيده، تعرضنا ليهم، قال لهم كانوا حبسوا في واحد الستاسيون، قال لي عرفناهم بانهم راه عندهم الفلوس، باينين
من اللباس ديالهم ومن الطوموبيل ومن هادي. قال لي تبعناهم من الستاسيون فاش تعشاو. قال لي بقينا تابعينهم. قال لي توصلوا ديك البلاصه اللي خاليه وما فيهاش حركات المرور بزاف. قال لي هي هذيك فاش دخلنا فيهم في الطوموبيل. قال له بدينا بالقرطاس. قال لهم ملي هبطنا تيرينا في الاول قال لي الاخر هو اللي كيتيري. قال لي انا غير كنحضر. قال لي تيرا في الاول تيرا في الثاني، قتلناهم بجوج. صحابه هو راه ماتوا بجوج. قال لي وراه كان الاخر هز واحد السامسونات ديال الفلوس. شحال كان فيها؟ القدر المالي اللي كان فيها. قال لي دينا داك الشيء ومشينا. قال لي هادو هما العمليات اللي درنا، من غير هاد الشيء راه ما درنا حتى شي حاجه. يعني هادو قتله متسلسلين كيقتلوا هذا ويقتلوا هذا ويقتلوا هذا ويقتلوا هذا. علاش؟ بغرض السرقه. يعني لو موبيل ديالهم والهدف ديالهم من اقتراف هذه الجرائم هو تحصيل المال. عافي الطمع ديال الدنيا هو اللي خلاهم يقتلوا انسان كيتيريو في واحد بحال تيراو في حيوان ولا في بعوضه ولا حيوان كتيري فيه وكيبقى فيك. فما بالك بالبشر؟ يعني الانسان فاش يدير هذه الجرائم وحده مور وحده يعني راه ولا مجرم بالفطره وراه تجرد من الانسانيه ديالو. من بعد الدركيين غادي يقول لي شكون هذا صاحبك وهذا الشريك ديالك في هذه الجرائم؟ قال لهم فلان. ها فين كاين؟ ها فين كاين؟ هزوه الدركيين مشاو معاه للدار ديال هذاك. قلبوا عليه في الدار ما لقاوهش. لقاوه جالس في واحد القهوه. تحصرت ديك القهوه تعتقل حتى هو ولقي عليه القبض. جابوه واجهوه بالاعترافات ديال هذا. قال لهم اودي هذا الشيء اللي كاين. فين هو السلاح؟ اعترف حتى هو بنفس الشيء وبنفس الطريقه. تا هو ديك الدار دخلنا من الشرج من اللوراني، هرسنا الدجاج ودخلنا هنا. وباش نثير انتباه ديال ضباط الشرطه القضائيه، مثلا درتي المعاينه ديالك فاش داروا ضباط الشرطه القضائيه المعاينه قالوا بان لهم بان شي واحد راه مهرس الدجاج. داروها في المعاينه ديالهم. فاش كيعترف الانسان كتشدو كتعرفوا داير تيقول لك دخلت من الدجاج هرستو دخلت. كتعرف كاين تطابق بين المعاينات ديالك وبين الاعترافات ديال هاد الناس. كتعرف دوك الناس هذا هو الدور ديال المعاينات. هذا هو الدور ديالهم. كتعرف بان واش داك الانسان هو اللي داير. لحقاش كاين بعض المرات راه جريمه دايرها واحد ويجبد الفلوس يعطي لواحد ويقول لي سير لبس بلاصتي جريمه ويجي عندك يقول لك انا اللي درت. تقول لي منين دخلتي؟ ما كيعرفش. فينا هي الدار؟ ديه الدار بعدا اصلا قول لي فين الدار اللي اقترفتي فيها الجريمه ما يعرفش. يعني هذا هو الدور ديال اعاده التمثيل ديال الجريمه وديال المعاينات. فاش كتلقى التطابق بين المعاينات ديالك وبين الاعترافات كتعرف هذاك بان راه كيهضر هضره ديالو حقيقيه وهذيك هي الحقيقه. هذا غير قوس فتحته. نكملوا. المهم اعترف كما اعترف الصديق ديالو والشريك ديالو. اعترف بكل شيء جمله وتفصيلا. سولوه على السلاح. السلاح قال لهم كندفنوا في واحد البلاصه. داهم لواحد البلاصه حفروا لقاو بالفعل. لو كنتو باقي كتعقلوا على دوك الخناشي ديال لي زونغري اللي كيكونوا بالبلاستيك بالميكا، اللي هو الخماسيه وسط واحد الخيشه ديال البلاستيك ديال لونغري وحفر ليها ودفنها تما. تجبدات هذيك التحجزات هي ديال هذاك الحاجم والفيرما. باقي شي قرطاس لقاو عندهم تقريبا شي 3 القرطاسات اللي باقيين عندهم حتى هما تحجزوا. بناء على الاعترافات ديالهم وبناء وبعد ما تم حجز اداه الجريمه داك الموس باش قتلتي فينا هو. قال لهم هذاك الموس تخلصت منه في الخلاء ملي قتلنا الحاج والاخر ودينا الخماسيه. رميت بداك الموس في الغابه. ما عرفتوش ما عقلتش فين رميته. ولكن اداه الجريمه اللي تقترفت بها الجريمه ديال داك مول البيكوب وديال ديك مول الكاتكات بطبيعه الحال هي الخماسيه راه تحجزات. بعد ما اعترفوا وضمنات الاعترافات ديالهم في المحضر الغد ليه غادي يدار لهم غادي يدار الاجراء ديال اعاده تمثيل ديال هاد الجرائم هادو. دار هذا الاجراء هذا اللي توثق بصور. هاد الصور اللي غتكون لوحه الفوتوغرافيه اللي غترفق بالمسطره. بعد ما كملت المده القانونيه كانوا داروا طلب التمديد. مددوا لهم الحراسه النظريه 24 ساعه اخرى، يعني دوزوا 72 ساعه. وبعد ما كملت هذه المده القانونيه غادي يتقدموا امام انظار السيد الوكيل العام. بعد الاستنطاق ديالهم اعترفوا جمله وتفصيلا بجميع هذه الجرائم اللي تقترفت. بناء على الاعترافات ديالهم غادي يحيلهم السيد الوكيل العام على قضيه التحقيق. قضيه التحقيق غادي يستنطقهم بالدور ديالو. غادي يعترفوا ليه وغادي ياكدوا الاقوال ديالهم اللي كاينه في محضر الضابطه القضائيه بناء على الملتمس ديال النيابه العامه وبناء على الاعترافات ديال هاد المجرمين. غيدار لهم الايداع في السجن. بعد ما دوزوا
جميع مراحل ديال التحقيق بطبيعه الحال غادي يتحال الملف ديالهم على الجلسات. بعد ما راجل الملف ديالهم في الجلسات صدر في حقهم واحد الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به اللي هو الاعدام. صدر في حقهم بجوج الاعدام. وهذيك الفلوس اللي تحجزات عند الاخر هذيك راه تعطات مقابل اشهاد للمحكمه، كتعطى للسيد رئيس كتابه الضبط لدى محكمه الاستئناف المختصه ترابيا، كتعطى هذاك راه محجوز حتى هو هذيك الفلوس. اما الاخر ما تحجزات عنده حتى شي حاجه، الفلوس ديالو فينا هي؟ قال لهم راه قمرت بها، ما يمكنش نقمر بها 100%، خزنها في شي بلاصه وما بغاش باش يعترف بها. عياو معاه الدركيين باش يكشف على المكان اللي خزن فيه الفلوس، لحقاش من المستحيل باش غادي ياكل داك المبلغ المالي كامل، ما يمكنش. يعني خازنه فين خازنه الله اعلم، ما اعترفش وما قدروش الدركيين يتوصلوا الباقي المبلغ المتبقي، هذاك الجزء المتبقي من المبلغ المسروق، وتعذر عليهم. وبالفعل واخيرا اسدل الستار على هذه القضيه هذه وعلى هذا القتل بالتسلسل وعلى هذه الجرائم اللي روعت هذيك المنطقه، هذه الجرائم اللي خلات الناس يحسوا بالخوف، يحسوا بالهلع في ديك المنطقه. علاش؟ لان فاش كيولي واحد يتقتلك هنا، خصوصا ملي كيولي السلاح، كتنعادم الطمأنينة، كينعادم الأمان، هذاك الأمان وديك الراحة النفسية كتنعادم عند السكان ديال ديك المنطقة. الحمد لله رجعت الثقة، وهذا الشيء كله وهذه الإجراءات الجبارة والكبيرة اللي داروها الدركيين نالت استحسان الساكنة، وشكرهم على هذه المجهودات ديالهم، لحقاش كانوا هذه الايامات كاع اللي تقترفت فيها هذه الجريمة ما كانوا كينعسوا لا الليل لا نهار. نتمنى باش تخاد دروس وعبر من هذه الجرائم المتسلسله اللي سردتها عليكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، كما اتمنى باش هاد القضايا توصل للمبتغى ديالها. كنسردها عليكم ليس غير باش نسردها، باش تخاد باش تهز منها دروس، كل واحد يستخلص منها واحد العبره. نتمنى باش نتوفق في هذه الرساله اللي كنأديها، ونتمنى باش نتوفق باش نوصل نوعي الناس باخطاء ارتكبوها وناس اخرين وطاحوا في هذه المشاكل هذه ولات حياتهم ضاعت ومشاو للسجن بحال هادو الاعدام. يعني صافي حكم على راسو، واخا ما يتنفذش فيه الاعدام راه غادي يبقى في الحبس تما حتى يموت. يعني ضاعت حياتك. كنتي كتخطط هكا، راه الانسان خصو يديرها حلقه في ودنيه. راه تعيا ما تخطط تقول غندير جريمه ولا سرقه غنخطط وندير ونفعل، راه سلكتي من الاولى وسلكتي من الثانيه من الثالثه، واحد المره راه غادي تطيح وغادي تودي عليهم بجوج وغادي تندم حيث لا ينفع الندم. نتمنى باش الرسائل ديالي توصل وتلقى اذان صاغيه. وكما العاده دائما اغتنم فرصه باش نرحب بالوافدين الجدد اللي يلاه التحقوا بالقناه، كنقول لهم الف مرحبا بالاحضان بين افراد العائله الكبيره ديالنا. كما احيي واشكر بحراره جميع الاخوات والاخوان اللي ما كيدخروا اي جهد من اجل الدعم والتقدم ديال القناه. شكرا للجميع بدون استثناء. ختاما اشكركم على حسن المتابعه. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم اخواتي اخواني الكرام المتابعين الاوفياء داخل ارض الوطن وخارجه. احييكم واجدد بكم اللقاء في حلقه جديده من حلقات قضايا الجنايات والجنح. الوقائع ديال هذه القصه كترجع تقريبا 2008 فاش وقعت هذه الواقعه هذه. اتحفظ دائما على الذكر ديال المكان احتراما للخصوصيات ديال الناس. أنا واحد النهار مع الصباح بكري تعلمنا بأن واحد الشاب راه تلقى مقتول في الفيلا ديالهم. شكون اللي علم الأب ديالو. مجرد ما تلقينا هذا النبأ هذا المحزن، طبيعة الحال تحزمنا وانتقلنا لعين المكان تحت الإشراف ديال قائد المركز شخصيا. بحال هذه المسائل
اللي كتكون هذه الجنايات الكبيره ضروري قائد المركز ما ينتقل لعين المكان ويحضر جميع اطوار المعاينات. يكون في هذه المسائل ديال جرائم القتل، في الحوادث اللي كتكون لي زاكسيدون سبيكتاكولير، الكسيد اللي كيكونوا كبار وفيهم الموتى، خصو يمشي هو ولا يمشي النائب ديالو ضروري في هاد بحال هاد القضايا هادو. المهم تعلمنا تحزمنا كما قلت لكم، انتقلنا لعين المكان. هذيك البلاصه فين كاينه ديك الفيلا كتبعد تقريبا بشي 17 كيلومتر عن المركز ديال الدرك الملكي. ملي وصلنا كانت باش ندير لكم وصف الحالات الامكنه، لقينا كان كاين واحد الفيلا عندها سور يكون عنده تقريبا واحد 2 ديال المتر، وكاين الشجر جرده وسط من ديك الفير داك الشجر كاينه واحد الدويره اللي هي ديك الفيلا. تما فين تلقى هذا السيد مقتول. هذه الفيلا جات معزوله على هذاك التجمع السكني المكون لذاك الدوار، كان بعيد عليه تقريبا 1 كيلومتر ونص باش بعيد على الدوار، يعني ما كانش الجوار، ما كانوش الجيران عند هذه الفيلا هذه. ملي وصلنا كما قلت لكم دخلنا كنلقاو الاب ديال الهالك هو اللي استقبلنا وهو اللي دخلنا لديك الفيلا. دخلنا من الباب الكبير، كاين الباب الكبير بطبيعه الحال، عاد كتدخل كتلقى الجرده، عاد كتلقى الباب اللي كيدخلك لوسط الدار. الباب حلو خلاص هذاك السيد. ملي دخلنا كنلقاو جثه ديال واحد الشاب في البدايه ديال العشرينيات، تكون عنده 22 23 حتى ل 24 سنه، وهو مقتول جثه هامده وسط واحد البركه ديال الدماء. هنا كانت كتاكد لنا من خلال هذه المعاينه الاوليه بان هذاك هو مسرح الجريمه الاصلي. يعني فاش تلقى بركه ديال الدماء وتلقى الجثه وتلقى هذه، يعني هذيك الجثه راه ما تقتلتش في شي بلاصه وجات ترمات تما، هذيك هي البلاصه الاصليه فين تقتلات. هذا هو الاستنتاج الاول. من بعد اول مهمه كانت عندنا هو الحمايه ديال الاثار اللي كاينه في مسرح الجريمه، قصد الاستثمار ديالها. لعل وعسى تعاوننا الا كانت يمكن الاستثمار ديالها، تعاوننا في الفك ديال اللغز ديال المقتل ديال هذا الشاب. وباش نوصف لكم هذا الشاب كما قلت لكم كان في بركه وسط بركه ديال الدماء وعنده عده طعنات، ما يقارب 9 طعنات. كاينه طعنات اللي كاينه في الصدر، وكاينه طعنات واحد 2 طعنات عنده في العنق، وكاينه واحد 2 طعنات في البطن ديالو، وكلها طعنات قاتله وفي اماكن حساسه. يعني هذوك الطعنات هما اللي غيكونوا السبب في الوفاه ديالو، ولكن لا يمكن الجزم. التشريح الطبي هو اللي غادي يجزم في هذه المساله هذه. من بعد كنشوفوا كان مرمي هنا حدا قدام الباب، وكاين واحد الكولوار، عاد كاين قاع الدار الباسيون مراح. هذاك المراح كان فيه لي فوتوي وكانت فيه واحد الطبله. هذيك الطبله كان فوق منها مجموعه ديال القراعي ديال الجوعه، القراعي ديال البره، وكانت واحد الطفايه. هذيك الطفايه فيها البوانت ديال الكارو، وكانت واحد الباكيه ديال الكارو تكون فيها 6 7 ديال الكوار. وكان من غير هذا الشيء كان واحد المبلغ مالي تقريبا بين 250 و 300 درهم كان مصرف. كانت واحد 200 درهم مجموعه، ومعها تقريبا هذوك الصريف اللي كان محطوط فوق الطبله. البيبان ديال البيوت ديال ديال الفيلا بانوا لنا مسدودين ما محلولينش. كانت واحد التلفازه في قاع الدار وكانت باقا شاعله ما طافياش. هذه كلها مسائل عايناها من خلال المعاينه الاوليه. اول حاجه درناها التقطنا الصور ديال حالات الامكنه من جميع الزوايا، ومن بعد استعنا بفرقه التشخيص القضائي اللي كتواجد على مستوى القياده الجهويه باش دير رفع ديال الاثار اللي كاينه تما قصد استغلالها في البحث. التحقوا بنا هاد العناصر واللي كنسميهم ديما جنود الخفاء، لحقاش